على فكرة، سيدنا نوح مش هو اللي أثر في تربية ابنه عشان يطلع كافر، ولا أزر الكافر أبو سيدنا إبراهيم اشتغل واجتهد وصبر علشان يخلي ابنه نبي، ولا سيدنا يعقوب هو اللي زرع الغيرة والحقد في قلب اخوات سيدنا يوسف لدرجة انهم يحاولوا يقتلوه ويتخلصوا منه. فما تتفخروش قوي كده بهداية ولادكم ان هم شطار وانهم كويسين. الهداية من عند الله عز وجل، مش شطارة منكم على فكرة خالص، يعني بدليل الأمثلة اللي أنا بقولها لكم دلوقتي. فما فيش داعي بقى للافتخار، وان انت بقى تقول ده انا ابني كذا، ده انا تعبت عشان ابني يوصل لكده. مش شرط خالص على فكرة، دي مش شطارة منك انت، الهداية من عند الله عز وجل. فما فيش داعي بقى انك تجلد ذاتك لو انت عامل كل الطرق وكل الوسائل عشان ابنك يبقى كويس وهو لسه ماشي في الطريق الغلط. زي ما قلت لك، دي مش شطارة منك ولا تقصير منك، الهداية من عند الله. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فبلاش ناخد قلم في نفسنا، وارحموا الناس اللي تعبت وشقيت مع ولادها وعملت بالأسباب وأخدت بالأسباب عشان ولادهم يبقوا كويسين، لكن مفيش نصيب. فما تاخدوش قلم في نفسكوا قوي كده، ارحموهم، هم تعبوا وشقيوا عشان ولادهم يبقوا كويسين. لكن خلاص، ربنا مش رايد حاجة زي كده. وما تنسوش إن العبرة بالخواتيم.